في 5 ثواني بس، 5 ثواني قدر يوصل لك فيهم بقدرته واحساس المجرم اللي جواه انه اتكشف. القرف اللي بتعمله ده. وبيحاول يدعي القوه وهو بيبص على المساجين اللي حواليه عشان عارف هو ممكن يتعامل فيه ايه جوه السجن. اي هو بقى ده التمثيل؟ انت كده بتمثل؟ وزي ما اتكلمت عن النهايه، خليني كمان اتكلم عن تقديم شخصيه وسام اللي بالنسبه لي هي من التقديمات العظيمه في الدراما المصريه. خلينا ندخل في الموضوع على طول. هو يعني ايه ممثل جامد؟ يعني ايه ممثل متمكن من ادواته وبيعرف يستخدمها؟ وايه هي ادوات الممثل اصلا؟ خلص. لغة الجسد والتعبير بالحركة وانه يوصل لك شعور معين من غير ما ينطق دي أداة. اختيار طبقة الصوت المناسبة ولحظات السكوت والانفعال من غير حزق ولا زعيق دي أداة تانية. القدرة على تحليل الشخصية اللي بيلعبها ومعرفة دوافعها، الفهم الواعي للنص اللي بيلعبه وطبيعة الشخصيات التانية، دي شوية أدوات بسيطة المفروض تكون عند كل ممثل، وكل ما زادت أدواته وتمكن منها واستخدمها كل ما بقى ممثل جامد. لكن بعيد عن الكلام الأكاديمي المجعلص، أنا بشوف إن أجمد ممثل هو اللي يخلي الجمهور يصدق الشخصية ويتفاعل معاها ويحبها أو يكرهها على حسب الدور، وينسيك إن هو في لوكيشن وحواليه كاميرات ومخرج بيقول كات واكشن وكده. بيبان قوي بقى الموضوع ده في الممثلين اللي بتلعب ادوار الشر، اللي في منهم الناس بتكرههم في الحقيقه بجد من كتر تمكنهم من دور شر لعبوه. عندك مثلا محمود المليجي من اشهر الممثلين اللي قدموا ادوار الشر، لدرجه انه ما عرفش يخرج من القالب ده من كتر ما كان بيتقمصه مظبوط. لا انا مش عايزك تكفر، انا عايزك تؤمن بيا انا. زكي رستم نويت اصلي ركعتين لله، الله اكبر. عندك مثلا سعيد عبد الغني في فيلم احنا بتوع الاتوبيس، عادل ادهم في فيلم الفرن، احمد زكي في زوجة راجل مهم، خالد الصاوي في عمارة يعقوبيان، خالد صالح في هي فوضى، الحكومه دي هي انا، ومحمد شاهين في لام شمسية. واسمح لي ان اجمع محمد شاهين مع العمالقة دول في قائمة واحدة لسببين. السبب الاول ان شاهين عمل دور عمره في لام شمسية وعلشان كده انا بعمل الفيديو ده، والسبب التاني اني بحب محمد شاهين جدا وطول عمري بشوفه اندر ريتد، وما صدقت انه عمل دور الناس كلها بتتكلم عنه. فلو انت مش مقتنع انه عمل دور عمره وانه افضل ممثل في رمضان ممكن تعتبرني بطبله. لكن محمد شاهين اللي بيمثل من 2003 بيقول على نفسه انه ما بيعرفش يمثل، وانه اتعلم التمثيل بسبب دور صغير مع هاني خليفه في 2022. بالتالي قبل ما نتكلم عن دوره العظيم في لام شمسيه وايه اللي حصل في 2022 مع هاني خليفه خلى محمد شاهين يتحول لممثل جامد قوي كده، خلينا نرجع الاول ل 2003 ونفتكر بدايات محمد شاهين. شاهين بدا اول ادواره بدور صغير قوي في اول سيت كوم مصري وكان اسمه شباب اونلاين، والسيت كوم ده كان بدايه شباب لسه محدش يعرفهم زي احمد الفيشاوي، لقاء الخميسي، وامير كرارة. ودور شاهين في السيت كوم ده كان صغير جدا لدرجه ان ما لقيتلوش اي مشاهد على يوتيوب ولا اي مكان تاني. بعدها بيكمل في السيت كوم وبيشارك في تامر وشوقية 4 اجزاء ورا بعض، بس المره دي بدور اكبر شويه، وفي نفس الفتره بيعمل دور صغير في حريم كريم لحد ما بتيجي سنه 2010 وهي سنه انطلاق محمد شاهين اللي بيعمل ادوار اكتر واحلى والناس بتبتدي تعرفه. في سنه 2010 بيشارك شاهين في مسلسل الجماعه ومسلسل العتبه الحمراء، دور صغير في عسل اسود، دور في لا تراجع ولا استسلام، توماس في الكبير قوي. انت اللي عامل في نفسك كده، ولعلمك بقى زعتر ده هو اللي مزهقك. انت بالليل يا معلم تسيب لي نفسك وانا هعمل لك اتموسفير ووف. وده طبعا اكتر دور علم مع الناس، بالذات ان المسلسل متشاف كويس وشعبيته كبيره، لكن للاسف شاهين ما بيكملش باقي اجزاء الكبير. ولحد هنا عمرك ما كنت تتخيل ان الممثل اللي انت شايفه ده ممكن يكون في يوم من الايام نجم الدراما الاول في موسم رمضاني كامل. لكن شاهين شاطر ومجتهد وبيطور من نفسه، وبيبتدي اداؤه يعلى في مسلسلات زي شربات لوز، نيران صديقه، امبراطوريه مين، ولحد ما في 2016 بياخد دور عزيز مع يحيى الفخراني في مسلسل ونوس، دور مركب وفيه مساحه تمثيليه اكبر من كل اللي فات، فيها تدرج بالشخصيه العاديه اللي بيغويها الشيطان وبيتحول بالتدريج للانسان الطماع اللي بتغلبه شهواته والشيطان بيسيطر عليه. اغسلي وشك وغيري، ما تجيش غير لما اقول لك. السنه اللي بعدها بيشارك في مسلسل الزيبق في دور الجاسوس سالم الحسيني، والحقيقه ان من بعدها شاهين ما بيعملش ادوار قويه قوي او تعلم مع الناس، يمكن باستثناء دوره في مسلسل موضوع عائلي، لحد ما بيشارك في مسلسل الليله واللي فيها سنه 2022 مع المخرج هاني خليفه. كنت اول مره اشتغل معاه ومن حلمي ان انا اشتغل مع الراجل ده، فهو عايز عينين صادقه. هو خط حركه 3 خطوات، من بجيب حاجه من هنا واوديها الناحيه الثانيه، تهزيق تحفه. اي هو بقى ده التمثيل؟ انت كده بتمثل؟ في نصيبه سودة. نصيبه ايه القرف اللي بتعمله ده؟ بس انا اتعلمت التمثيل في المسلسل. لكن انا خدت كورس تمثيل طول ما انا بمثل في المسلسل ده، علشان بعدها محمد شاهين يغير من جلده ويتجاوز نفسه ويثبت انه ممثل من الفئه الاولى، وبيعمل بعدها 4 مسلسلات، سوتس بالعربي مع آسر ياسين، وشخصيه أدري اللي لعبها شاهين بحرفنه كبيره، وعلى الرغم انه كان بيلعب اصعب دور في المسلسل لكن كنت تحس انه بالبلدي كده قاعد ومربع في الدور وبيلعب سيمفونيه مع الشخصيه ومستمتع بيها من قبل ما يمتع اللي بيتفرج. وده ما يحصلش الا من ممثل شاطر ومذاكر كويس وعارف الشخصيه وابعادها النفسيه ومراحل تقلباتها العمريه كمان، ممثل متمكن من ادواته زي ما قلت لك من شويه.
شويه. بعدها بيعمل الهرشه السابعه اللي نجح وكسر الدنيا في رمضان 2023، لحظه غضب. والحقيقه انا ما شفتش المسلسل ده، لكن ردود الافعال عنه كانت كويسه جدا، لحد ما بنوصل لسنه 2025، السنه اللي بيوصل فيها شاهين لمرحله الوحش وبيعمل دور وسام في لام شمسيه. في 5 ثواني بس، 5 ثواني قدر يوصل لك فيهم بقدرته واحساس المجرم اللي جواه انه اتكشف، وفي نفس الوقت الاحساس بالندم والخوف من اللي جاي. وفجاه بيبص حواليه عشان يفكر بعقليه المجرم اللي بيتحاكم في فعل شائن، وبيحاول يدعي القوه وهو بيبص على المساجين اللي حواليه عشان عارف هو ممكن يتعامل في ايه جوه السجن. دي حاجه تقول لك ان ده ممثل مش بيعمل اللي عليه وينهي دوره بانه يحس بالندم وخلاص، لا ده عامل حساب ما بعد الحكم كمان، ده واحد مكمل الدور لبعد ما المسلسل ما يخلص. ودي مجرد لمحه صغيره تقول لك ان ممثل ما بيستسهلش ونجاحه ما كانش صدفه، لكن ده محضر ومذاكر وعايش الدور بالملي. اهم حاجه بقى ان كل ده من غير ما يحزق ولا يزعق ولا يتعصب، مجرد نظرات وتمثيل بالعين من غير اي نوع من انواع المبالغه في التمثيل. وزي ما اتكلمت عن النهايه، خليني كمان اتكلم عن تقديم شخصيه وسام اللي بالنسبه لي هي من التقديمات العظيمه في الدراما المصريه. عنوان الحلقه هو الساحر، وبعيدا عن ان وسام كان بيقدم فقره سحريه في عيد ميلاد يوسف، لكن مش هو ده المقصود بعنوان الحلقه. الساحر هنا هو شخصيه وسام الحقيقيه، شخصيه بتمتلك القبول والكاريزما الكافيه اللي تخلي كل اللي حواليه مبهورين بيه، وتوصل لك انت كمشاهد انه قد ايه شخص مثالي. وسام دكتور جامعي، يعني شخص ناجح وفي مكانه مرموقه، وفي مشهد المحاضره بنشوفه انسان لطيف مهتم وبيقوم بدوره على اكمل وجه، بيتعامل بلطف مع الطالب الكفيف وبيعرض عليه يكلمه لو ما سمعش حاجه من تسجيل المحاضره اللي الطالب بيسجلها، بعد ما شاف طالب وزميلته بيتكلموا في المحاضره وبيشتتوا زميلهم. حتى في تعامله معاهم نبههم من غير اي نوع من انواع العنف، وكانه الاب الروحي اللي كله بيحبه. بعد كده بننتقل للجانب العائلي، وبيبان قد ايه هو زوج مثالي في الاول، وهو بيصحي مراته بحنيه وبيهتم بيها وبيوصيها على بنتهم زينه. لكن بعدها بنشوفه كانه له وش تاني بس متداري، لما بيقول لمراته كلام زي السم في العسل، كلام بيلعب على احساس الذنب عندها ويخليها تحس انها مقصره وانها سبب في اي مشكله نفسيه ممكن تواجه بنتهم. الجمله تبدو بريئه، لكن بعد كده بيتضح كل حاجه. وفي مشهد وهو بيغسل لها شعرها بنفسه وبيقول لها كلام من نوعيه وحشتيني وانا اكتر واحد حاسس بيكي، بيجي لنا شكوك ان هي اللي فيها مشكله، وبنبتدي نشوفه اقرب للشخصيه المثاليه اللي بتحتوي كل اللي حواليه. في عيد ميلاد يوسف هو الوحيد اللي قدر يقنعه يعتذر للولد اللي اتخانق معاه، رغم ان نيلي طلبت منه يعمل كده ورفض. وده بيأكد تأثير وسام على اللي حواليه، وانه مش مجرد صديق العيله وبيدرس عربي ليوسف، لكنه كمان مصدر امان ونصح ودعم ليوسف. الستات اللي كانوا في العيد ميلاد كانوا معجبين بيه جدا وبيتعاملوا معاه كرمز للكمال. اما مشهد الساحر فهو بيبروز كل ده وبيبرز طبيعه وسام اللي بيسحر اللي حواليه بخفه ولطافه وبيلعب دور الساحر قدام الجميع. وبعد كل ده ولما بتيجي اللحظه الاخيره في الحلقه وبنكتشف الحقيقه، بنحس بصدمه كبيره جدا، والصدمه بتتعاظم عشان الفرشه اللي فاتت. المسلسل لعب على وعينا بشكل عبقري وصور لنا وسام في صوره الشخص المثالي اللي يخليك ما تصدقش ان الفعل ده يطلع منه. نيلي بتكتشف ان وسام بيتحرش بيوسف، واحنا بنفضل في حيره وعقلنا مش مصدق، لدرجه اننا بنفكر ان نيلي ممكن تكون هي اللي مريضه نفسيا. علشان كده تقديمه وسام في لام شمسيه من اعظم التقديمات في الدراما المصريه. محمد شاهين السنه دي بيعمل فيلن صعب قوي انه يتنسي، وبدون اي مبالغه شخصيه وسام تتحط جنب هشام ابو الوفا في زوجة راجل مهم، والمعلم داغر في الفرن، وحاتم في هي فوضى. انا زي ما قلت لك كده بحب محمد شاهين جدا حتى من قبل ما يعمل دور وسام، لكن زاد حبي ليه وانبهاري بيه بعد الدور ده، خصوصا ان لو اي حد قرا الدور بتاعه من قبل ما يتعمل عمره ما كان هيفكر في شاهين. كان ممكن الاختيار يروح لحد اوضح شويه، او اشخاص قدمت ادوار مؤذيه او فيها لمسه شر، ده غير جرأته على تقديم النوع ده من الادوار اللي مش من السهل اي ممثل يقبل يلعبها. في النهايه عايز اقول رساله لمحمد شاهين، بعد التحيه والتقدير للدور العظيم اللي انت قدمته، انت محتاج تعمل دور في القريب العاجل يكون لشيخ متصوف قلبه مليان بالحب، علشان تمحو الصوره اللي حفرتها في عقولنا من كتر اتقانك وعبقريتك لدور وسام. لو عملت لايك للفيديو ده هيكون دعم كويس للحلقه لو عجبتك، والشير يعني الحلقه تنتشر اكتر واكتر، فما تبقاش بخيل وخليك جدع عشان تحفزني اعمل حلقات ومواضيع تانية نتناقش فيها مع بعض، وربنا يبعت لك ايام جميله ايا كان مكانك على وجه الارض.